السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما ابدا الفيديو حبايب قلبي، عايزاك تدعوا لابويا بالرحمه وبالمغفره، ربنا يرحمه ويرحم امواتنا جميعا يا رب. وكل سنه وانتم طيبين، وكل الامه الاسلاميه بخير وسعاده. رمضان كريم عليكم يا رب. خلاص رمضان على الابواب. ربنا يجعله شهر الخير واليمن والبركات على الامه الاسلاميه كلها. النهارده يا حبايب قلبي ست الكل بقى، طبعا لازم أنا اوريكم اللي هي بتعمله هنا يا حبايب قلبي. ست الكل جايبه كيلو فول مدشوش اللي هو بتاع الطعميه، نقعته وغسلته غسله كويسه وحطيته يتنقع من بالليل لحد الصبح. وبعد كده جابت بطاطسايه كبيره وبصلايه كبيره، حزمه كزبره، حزمه بقدونس، وبتضربه في الكبه. عندك كبه اضربيه، عندك خلاط اضربيه، عندك مفرمه افرميها، اللي عندك اعملي بيه كده يا حبايبي زي ما انتم ما شايفين. ضربته كويس، يعني مش ان هي تخليه ميه، لا يبقى وسط خشن كده. وهتفرزه بقى في اكياس. ما شاء الله الطعميه بتاعتها تحفه. كل اللي بيدوق منها بيقول جميله جدا، احسن من بتاعه المحلات، اللهم بارك يعني. الف هنا وشفا على اللي ياكل منه. ما تنسوش الصلاه على رسولنا الكريم والاستغفار. هنا بقى انا بقى حبايب قلبي معايا كيلو من الليمون، ونص كيلو من الفلفل الحراق، ومعايا كيلو فلفل الوان، ومعايا كيلو من الخيار. هنخلي بقى يا حبايب قلبي بقى المخللات. هنا معايا حطيت حله على النار غلت شويه، مسقطت فيها الليمون، فتحته فتحه صغيره. انا مش هعمله بعصفر ولا حبه البركه، لاني عندي لسه بعصفر وحبه البركه كنت مفرزاه برضو من، يعني عاملاه من بدري مخللاه يعني، معلش. ويغلي بقى على النار. عقبال ما يغلي على النار، هنا معايا كيلو من الفلفل الالوان. طبعا الاسعار ابتدت تنزل شويه، يا مسهل يا رب. رمضان جاي بالخير يعني علينا وكده. وكيلو فلفل الالوان ب40 جنيه، وكيلو الليمون ب25، والخيار ب15، حلو يعني. هنا معايا كيلو الفلفل الالوان ب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. بقطعه مكعبات، عايزه تقطعيه شرايح قطعيه على حسب ما انتي ما عايزه. انا بقطعه مكعبات زي كده، بحطه على البيتزا، بحطه على الشاورما، بحطه على اي حاجه انتي عايزه تحطيها عليه. اي صنف اكل محتاج فلفل الوان بتحطيها عليه. هنا بقى نخلي الخيار. معايا كوبايه من الميه كبيره او كوبايتين، على حسب الكمية اللي انت عاملاها. معلقة خل، معلقة سكر، نص كيس ملح من الكبير، 3 فصوص توم. وهقلب المحلول ده كده كويس جدا. وهجيب بقى البرطمان، هنحط فيه الخيار. بشيل الحتة اللي فوق واللي تحت بتاعت الخيار، وبيبقى ما شاء الله اللهم بارك مقرمش وجميل وزي الفل. ده المخلل السريع، ده الخيار السريع اللي بيتاكل تاني يوم. هنا انا هحط على قد كمية بقى البرطمان ما ياخد معايا. هو خد الحبة دول، هحط في برطمان تاني بقية الكمية. هنا زي ما انتم شايفين. بس كده خلاص الخيار خلص، يتاكل تاني يوم. بقول لكم هنا بقى الليمون برضو نفس الكلام، خد غلوة واحدة بس زي ما انتم شايفين. هنسيب بقى المية تبرد خالص، وبعد كده نرجع له تاني. هنا بقى الفلفل الالوان، حطيت عليه قرنين فلفل وحبيتين يعني فلفل رومي اخضر، عشان يبقى الالوان بقى ميكس الالوان. وانا هقسمه على كيسين، لكن هو ما شاء الله يتقسم على كذا كيس. انا بحب اقسمه على كيسين، وبطلع باخد الحته اللي انا عايزاها وبرجعها تاني. ما شاء الله كميه كبيره مش قليله، بس هي الكاميرا مش موضحه. هنا بقى ميه الليمون بردت، برضو نفس الكلام. معلقه خل، معلقه سكر، مع نص كيس الملح التاني. وزي ما انتم شايفين هقلبهم كويس. هحط الليمون وعليه الفلفل، وبعد كده ايه احط البتاع. يلا بقى نشجع بعض، وكله يقوم بقى يشتري الحاجات اللي عايز يشتريها، والتفريزات والحاجات الجميلة ديت. نحس بقى بأجواء رمضان ونشجع بعض. انا اتعلم منكم وانتوا تتعلموا مني، واللي عنده معلومة يفيد بيها التاني. و... واهم حاجة تشجعوني باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس والكومنت الجميل بتاعكم. هنا انا بصوا زي ما انتم ما شفتوا البرطمان طلع طبعا كبير على الكمية. جبت ليمون تاني في نفس اليوم وكملت البرطمان يعني. كده خلاص خلص. هنا بقى ست الكل، ده المقطع اللي انا نسيت احط لكم بتاع الطعمية، الفول المدشوش. هنا بقى الست الكل بتغسل الفول المدشوش غسلة كويسة جدا.
ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ويبارك في صحتها وفي عمرها ويخليها لنا يا رب. هي سندنا في الدنيا وبعد بابا الله يرحمه، وربنا يديها الصحة والعافية يا رب. زي ما انتم ما شايفين كده، بتغسل الفول غسلة كويسة، هتوريكم لحد ما المية تبقى بيضة، وبعد كده تحطي فيه مية وتنقعه لتاني يوم. ده بقى الفيديو بتاع غسيل الفول المدشوش بتاع الطعمية. هنا بقى نرجع للفول بقى بتاع التدميس، برضو معاها كيلو من الفول التدميس. هتغسله كويس قوي، بتنقيه لو في اي حاجة، لكن هو نضيف زي الفل. بتغسله غسلة كويسة وتنقعه لحد تاني يوم. وبعد كده يا حبايب قلبي هنحطه بعد تاني يوم ما يتنقع، هنحطه على النار، نحط فيه نص الحلة اللي انتوا شايفينها دي كده مية، ونحط فيه طماطمايه، نص كوباية رز، نص كوباية عدس اصفر، معلقة كركم، معلقة بابريكا. بس كده حبايب قلبي، وطماطمايه. بصوا كده بعد ال4 ساعات تتحط على النار، بعد ال4 ساعات. بصوا، وعلى نار هادية خالص. بصوا زي الزبدة كده، زبدة. هنا بقى ست الكل بتورينا، طلع لنا حبة كده عشان كنا نفطر بيهم. الف هنا وشفا على اللي اكل منه يا رب، ربنا يديها الصحة يا رب. حطت عليه ملح وفلفل وكمون وزيت، وما شاء الله كان طعمه زي الفل. جربوه مش هتندموا. معلقة سمنة بلدي، اللهم بارك، طعمه جميل. دي للناس اللي بتحبوا كده. الناس بقى اللي بتحبوا مطحون، هاجر بتقولكوا حطوا لايك. ف بتاع ده وديه بصوا بقى الناس اللي هتفرزوا كده يعني، اللي هو سليم، هتعمل بقى حبة مطحونين في الخلاط او في الكبة، او زي ما انت محبة، زي ما انت ما عندك يعني اطحنيه. هي هتطحن حبة في الخلاط، هتشوفوا دلوقتي برضو للي بيحبوا الفول المطحون. وهتكيسيه في الاكياس في الفريزر، مش محتاجة ان انت تجيبي من بره. والله وطعمه جميل وزي الفل. الف هنا وشفا للي يجربوا ويعملوا، يقولي في الكومنتات. بصوا ست الكل بتحط حبة كده في الخلاط عشان يبقوا مطحونين. بصوا ما شاء الله لونه وجماله حلو جدا، ونفس لون المحلات وطعم المحلات وكله، والعربيات ما شاء الله زي الفل، اللهم بارك. جربوه مش هتندموا. اهم حاجة بقى تشجعوا ست الكل، وتكتبوا لها كومنت حلو كده عشان تتشجع. ولو بتعمل وصفات جميلة جدا برضو وحاجات جديدة اصورها لكم. وكل سنة وانتم طيبين، وقوموا تشجعوا يلا بقى، وترويقات بقى بتاعت رمضان والزينة، وكل سنة وانتم طيبين، وحطوا اللايك.